السلام عليكم. ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، ويعتقد أن العمالقة الإنجليز كانوا يتنافسون على التعاقد مع فينيسيوس من فلامينجو في المراحل الأولى من مسيرته الاحترافية، لكن ريال مدريد هو من حصل على خدماته في عام 2018. تطور اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ليصبح أحد المهاجمين الرائدين في كرة القدم العالمية خلال فترة وجوده في برنابيو، إذ مثل لوس بلانكوس في 241 مناسبة وسجل 68 هدفا وسجل 68 تمريرة حاسمة. وعانى فينيسيوس من مشاكل الإصابة هذا الموسم، لكنه تمكن من تسجيل 9 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 16 مباراة، بما في ذلك ثلاثية ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد. وقع اللاعب الدولي البرازيلي عقدا جديدا مع فريق كارلو أنشيلوتي في أكتوبر الماضي حتى يونيو 2027، وتحدد الشرط الجزائي في عقده بمليار يورو 860 مليون جنيه استرليني. ومع ذلك وفقا لديفنسا سنترال أوضح مان يونايتد أنهم على استعداد لدفع 150 مليون يورو 130 مليون جنيه استرليني لتأمين خدماته. ويزعم التقرير أن ريال مدريد ينظر إلى فينيسيوس على أنه غير قابل للانتقال، لكن رئيس النادي فلورنتينو بيريز لم يدير ظهره للصفقة بسبب الموارد المالية. ويعمل فينيسيوس حاليا في المركز المفضل لدى مبابي، وهو دور المهاجم الأيسر، وبالتالي لم يتم استبعاد الرحيل على الرغم من أهميته. وسجل اللاعب البرازيلي أكثر من 20 هدفا في آخر موسمين له في ريال مدريد، وهو في طريقه للمشاركة في 3 مواسم متتالية مع بقاء الكثير من كرة القدم للعب هذا الموسم. وفاز فينيسيوس ب10 ألقاب خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية، بما في ذلك لقبين في الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا. انجلب فينيسيوس من شأنه أن يخلق معضلة مثيرة للاهتمام لمانشستر يونايتد، إذ يفضل ماركوس راشفورد هذا المركز، وقد أثار أليخاندرو غارناتشو إعجابه أيضا في الجهة اليسرى هذا الموسم.